تحياتي. نحن اليوم في قصة من قصص الشارع وسط مدينة الناصرية. قصتنا راح تكون قصة مشوقة من قهوة حجي رائد. هذه المقهى المتواجدة على يعني شارع جهاد وسط مدينة الناصرية. هي المقهى صغيرة لكن تحمل عنوان كبير داخل المدينة. راح نتعرف على قصة قهوة حجي رائد اللي تأسست تقريبا منذ أكثر من 3 عقود من الزمن. هي القصة مشوقة وشخصية تصل إلى هذا المكان. خليكم ويانا مع هذه القصة حتى نتحدث مع حجي رائد. السلام عليكم حجينا، شلونك حجي؟ السلام عليكم، حياكم الله، صبحكم الله بالخير. شلون عافيتك؟ صحتك شلونها؟ الحمد لله، الله يحفظك. قهوة حجي رائد، الله يحفظك، اهلا وسهلا. ليش سميتها حجي قهوة حجي رائد؟ والله مو انا سميتها، الناس سمتها. الناس سمتها. اي والله سميتها قهوة سمت قهوة حجي رائد، ولا قهوتي بدون اسم حلو يعني. بدون اسم. نعم، على اسمك. على اسمي. اي، فوين رايح يابا؟ رايح قهوة حجي رائد. وين جاي قهوة حجي رائد؟ او قبل كانت قهوة رائد هي. اي بس رحت الحج. رحت الحج بال 2004 الله من عليه بالحج. اي فقالوا قهوة حجي رائد. نعم، الله يحفظك. اي ايش قد صار تقريبا القهوة؟ ب 97 هاي اجازة. اي هذا نعناع. والدين الله يحفظك، صبحكم الله بالخير. والنعم من حجي رائد. والنعم لك الله يحفظك. حجينا 3 عقود صار القهوة. هاي مرسمين عندي نقابة العمال، وهاي الرقابة الصحية. يعني. هاي بس 99. انا 99. لا تأسست بال 97 بس الإجازة مالتي بال 99. نعم. اي يعني ايام الحصار. اي ايام الحصار. يعني ايام الحصار كانت اكو شاي وقهوة هنا نحط شوله كنا احنا. اي والله كان عندنا بريمز على النفط. وهذا الطباخ رفع الطابوقات واخليها جوا على مود. زين، اكو شكر بذاك الوقت ولا؟ طبعا يعني مرتبين وضعنا. نعم. بال 97 حتى كانت هاي بيوتات هنا. نعم، بيوتات هنا. اي فازيد زبائن كانوا اهل البيوت، كنت اوديهم قور صغير. هاي القوار الصغيره يعني يستطعمون شاي ما يخدرون بالبيت. نعم. والله بيوتات بيت خالد من الدار. بيت شاي لو شنو يعني؟ عندي 34 مشروب. عندي شاي، نعناع، كيوي، فراوله، زنجبيل، ليمون بالزنجبيل، قرفه، كرك. نعم. عندي مشروبات نباتيه جدا. يعني انا اشوف القهوه يجونها نخب. طبعا انا اشوف تتصور وتنزل صور. صحيح. نخب من الناصريه وشخصيات وايضا عامه الناس يعني. صحيح. شنو اللي خلاهم يحبون يجون قهوه حجي رائد؟ اول شيء استاذ، الناصريه تفتقر الى متنفس. صارت متنفس الناصريه هي المقاهي. التقاء، تزاور. نعم. ايه فكان الاطياف مال الناصريه يعني كمدرسين، معلمين، مهندسين، متقاعدين، كسبه. هسه الصبح احنا يجونا الكسبه. العمال الكسبه اللي يعتمدون على شغلهم ودخلهم محدود. العصر لا، يجونا التربويين، المهندسين، الرياضيين. عندنا نقابه رياضيه هنا تجيب ناس يلتقون. نعم. فيبدي شغلنا عملنا من 6 الصبح لحد 9 بالليل. زين، شلون توصف لنا قصتك مع الشاي يعني؟ والله عشق. حلو يعني. اي والله انا احب شغلتي. تعشق الشاي؟ والله اعشقه. نعم. والا مرات اكو جماعه يجون يقولوا لي القهوه صارت تراث قديم. نعم. انت ليش ما تسويها كوزمتيك نسائيه فرد شيء؟ نعم. او ينطونك ايجار بديل وتقعد بالبيت. نعم. فانا احب القهوه. نعم. تجد متعه يعني. متعه، احب ويا زبائني. اي طبعا والله سعيد جدا يعني. نعم. مو شو ما هواي تجي شخصيات هنا، منو اللي ابرزها دائما يجونك هنا؟ يجونا كجهات سياسيه. يجونا رؤساء وزراء 2، نور المالكي رئيس وزراء من رئيس وزراء جلال الهلاني. نعم. وجا حيدر العبادي. ايه اجوا بعد سياسيين هواي يعني، نخب سياسيه هواي جتنا. ايه فنانين، كان حسين نعمه قبل لا ينتكس صحيا. نعم. كان الصبح يقعد لنا هو صادق مكي. هواي شخصيات. كان عملك من الصبح لليل؟ من الصبح لليل. نعم. اي من 6 الصبح لحد 9 بالليل. نعم. هو المقهى صغير بس يحمل عنوان بصراحه. الحمد لله والشكر. يعني كل شيء بالمقهى لي ذكرى به. وله حكايه. تقوى اعتقد ما ابالغ. شنو ايش عندك؟ اي والله يعني مثل هاي قواري، هاي الانتيكات هاي. يعني سألني عن العمر هذا الله يشهد عمره 135 سنه. ومكتوب جوا هذا سماور تركي. سماور تركي يشتغل على النفط. ويحمي لك الماء ويخدر لك الشاي نفس الوقت. عندك هذا القوره، هذا اسباني، هذا انجليزي، هذا تايواندي. عندي كل واحد حكايه. وذن تقول لي شلون جامحن انت يا رائد؟ من دخلت البالات بالعراق صار عندي ولع بان اطلع اروح البالات. في احصل انتيكه مال شاي. يعني مثلا
استاذ انا اطول عليك بالحكي. نعم لا. تجي على الليبتون احنا امتى دخل لنا؟ بالالفينات. احنا كجيل نعم. بالالفينات عرفنا الليبتون الماء الحار وتنزل فيه. تدري الليبتون بال 1932 هذا الليبتون كان عندهم. هاي تنفتح ويخلوا بيها مثل ما الشاي وينزلوها ماء حار. ذني مستخدمين سابقا لو هيك لا هن مستخدم بعض منها بس هن كانتيكه كترتيب. كانتيكه. ايه كله جميله والله. ما شاء الله. فمرات يجوني جماعه يقولوا لي ابوي اريد هذا تبيع لك ابوي ما اقدر. مستحيل. فما انطي ما افرض به نهائيا. وكل واحد له حكايه وياه. هذا المقهى شوفها شخصيات محترمه. هاي الصبح رائعه. احنا الصبح العصر مزدحم. العصر مزدحم. مزدحم حتى بالتسجيل. مزدحم. فلذلك اختارينا هذا الوقت. الحمد لله والشكر. طبعا القصه جدا جميله. الله يحفظك. حكيت وياك. متفضل والله. اتمنى لك دائما التوفيق. رحم الله والديك. شكرا جزيلا. قهوه حجي رائد عنوان داخل مدينة وابداعكم انتم طبعا والله العظيم قاعد تصورون معالم الناصريه وتظهروها بوجه مشرق وهذا جهودكم عظيم والله العظيم. الله يحفظكم وتستاهل. الله يحفظكم. يعني انه يتحدث. اعزائي المشاهدين يعني اتمنى ان تكون هذه القصه من مقهى حجي رائد. الله يحفظكم. شراكتكم مع هذا الحديث وهذه الصور. التقيكم في جولات اخرى. تحياتي للجميع.